يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: الذين يتلونه حق تلاوته. وآية أخرى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. بفضل الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى سنكرم أخ كريم وأخ نال الشرف والعزة من القرآن العظيم. طبعا ضحى وأصر وجاء من منطقة بعيدة. جاء طبعا الأخوة أحمد عبد الرحيم فقراء، فجاء من بلد البعيني قضاء القطرية، فنحن نحييه إن شاء الله على هالهمة والشجاعة، لأنه أراد أن ينال هذا الشرف العظيم اللي هو إجازة قرآنية. فاستطعت قدر الاستطاعة إني أعطيه إياها بأكثر وقت ممكن، في خلال 6 لقاءات. طبعا قرأ القرآن بقراءة عاصم علي، فأجزته اليوم. طبعا يستحق أن نكرمه بهذا المصلى. المصلى إن شاء الله تعالى إحنا سنستمر في هذه الحفلات إن شاء الله تعالى. الشباب هنا ما شاء الله بارك الله فيهم بجودهم وعطائهم، فبيحصل لنا الشرف وأنا أيضا أن أكون هنا من هذا المصلى، إنه نقدم هذه طبعا التكريمات، ثم هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله معنا. فأنا بدعو عمي حلمي يتشرف ويسلم إن شاء الله تعالى الإجازة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أحييكم جميعا تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشكر فضيلة الشيخ عبد الكريم الذي قدمني على تقديم شهادة التكريم إلى الشاب أحمد فقرة، سائلا المولى جل وعلا له التوفيق، وأن يجعل القرآن له ولنا نورا في الدنيا والآخرة. كما أسأل المولى جل وعلا بأن يسير على ما صار عليه فضيلة الشيخ معلمه، وأن يعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أحييكم جميعا تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشكر فضيلة الشيخ عبد الكريم الذي قدمني على تقديم شهادة التكريم إلى الشاب أحمد فقرة، سائلا المولى جل وعلا له التوفيق، وأن يجعل القرآن له ولنا نورا في الدنيا والآخرة. كما أسأل المولى جل وعلا بأن يسير على ما صار عليه فضيلة الشيخ معلمه، وأن يعلم.